اتسحلت في السوق تركب لي كلبشات. وكتاب الله يا اخواتي اللي هحكيه في حلقه النهارده ان هو حصل بالفعل. السلام عليكم اخواتي في الله، معاكم اسلام كرم المطرشم بتاع الممنوعات وبتاع الحصريات بفضل الله. النهارده معاكم في حلقه جديده على قناه بيت الزواحف على اليوتيوب. قصه جديده وحكايه جديده زي ما عودناكم في بحارب مخضرم وحكايات اسلام والديبو الفا. النهارده حلقه جديده. قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتذكروا وتفعيل زر تلقي كل الاشعارات الخاصه بالقناه. لايك وشير وكومنت جميل يا جميل، الله يرضى عليك عشان يوصل لك التقيل على طول وتوصل لك فيديوهاتنا. واحكي عشان الناس تشوف اللي احنا بنتعرض له وحاجات احنا شفناها، وزي ما قلت في حاجه كتير بتحصل في الاخر مقابل لا شيء. كمان جديد المره دي اللي ادعى ب 5000 جنيه بس. كلمنا حد تواصل معانا، والمره دي تواصل مع حد من الرجاله بتاعتي او التيم بتاعنا وطلب كميه حيوانات، وقال ان هو عايزنا ان احنا نوفرها له، وبحكم ان هو ما بيعرفش يطلع من مكانه عشان هو مضغوط ومعاه شغل ومعاه قصص وبتاع، وعايزنا ان احنا نساعده في المهمه دي. طبعا لما كلمني صاحبي فانا قلت له ده رزق بتاع ربنا، خلاص هات له الحاجه. الاخ ده كان عارف ان في حيوانات معينه اخويا هيجيبها له، بعض الحيوانات طلب ان هو يجيبها له من بره. تمام، قال لي اعتمد، قلت له انا اكلمه بنفسي. خدت الراجل على التليفون كلمته اشوف الراجل الدنيا فيه ايه. لقيت راجل كبير في السن بيتكلم بكل احترام، ذوق جدا، بيضحك كتير، بيهزر. قلت له الراجل ده ابن حلال، وتقريبا هو 60 70 سنه. انا احترمته جدا، قلت له انت على راسي واحنا تحت امرك، والشباب لو شغل خاص بيهم انا لو اقدر اساعدهم فيه مش هتاخر في حاجه، وتحت امرك وتشرفنا بيك سيادتك، مش مشكله. الراجل كويس عارفني ومتابعني على اليوتيوب. الشباب جمعوا له حيوانات من بره، وحيوانات كانت معاهم، حيوانات خدوها من عندي، وفرنا له الحيوانات. كان في بقى ميعاد متحدد ان هو هيستلم فيه الشخص ده الحيوانات. نو اوعى تقضيها، اوعى تاكلها. فكان في وقت معين متحدد علشان يستلم فيه الحيوانات. الشباب كلموه، حصل عندهم اعذار وبتاع، ما عرفوش يروحوا يودوا له حيوانات فاجلوها يوم تاني. خلاص مفيش اي مشكله. كمان انا عندي سفريه. بص الكمين ده قال لك انا عندي سفريه، وكمان انا مسافر رايح اصطاد سمك مع اصحابي وزمايلي، ولما ارجع بالمره كانت من عند ربنا والحمد لله. وهو كان دافع على البول للشباب 950 جنيه من قيمه حيوانات مقيمه ب 5000. راح الباشا كلمهم قال لهم انا لسه ما خلصتش الست سمك. كلمته وهزرت معاه، قلت له يا باشا بقى اعمل حسابنا بقى في السمك اللي جاي وبتاع. قال لي عينيا ليه. خلصوا اليومين، يلا يا شباب روحوا له، روحوا للباشا. الشباب تروح له، هوب تتفاجئ ايه اللي حصل. لقوا اكتر من 5 6 واقفين قدامهم، رفع عليهم حاجات. تمام يا اخواتي، الحيوانات اتاخدت منهم من غير ما تدفع فيها جنيه. محافظهم اتفتشت، خلى ناس معاه يطلعوا المحفظه منه من اخويا اللي راح اداله الحاجه، وفتشوا محفظته وخدوا منها 700 جنيه. طبعا انا لما عرفت اتضايقت. لقيت مره واحده الشاب بيكلمني واخدينه مش بتوع انا اصلا، ده حد اصلا قال له ياخد الحاجه دي هيسلمها لحد معرفه كده من بعيد. الحمد لله مشيته منهم بالعافيه. تمام، قلت له دي عندنا. انا ما اعرفش ايه اللي دار ولا ايه اللي حصل. المكان ده كان في الشروق. تمام، ايه اللي حصل انا مش عارف. ايه الدنيا دارت على ايه. قلت لاخويا، قلت له الفلوس عندنا، اديته فلوس الحيوانات كان انا اللي اشتريتها، حتى المندوب اديته الفلوس اللي اتاخدت منه، قلت له دي عندنا ولا تشغل بالك باي حاجه، والحمد لله اني جت على قد كده. طيب اقول لكم حدثين غراب شويه. عايز اقول لكم اخويا اللي طلب منه الحاجه مش نفس الشخص اللي راح له، والراجل اللي راح له ده كان واحد ملوش في اي حاجه. تمام، واخد الحاجه بس حد قال له خدها روح وديها، يعني لا الحاجه بتاعته ولا هو اللي راح. دي حاجه كانت جديده. تاني حاجه اللي راح له اسمه اسلام، واللي كان كلمه اسمه اسلام، وانا اغلب الشباب اللي شغاله معايا اسمهم اسلام. تالت حاجه انا اللي كنت مقصود. فانا مش عارف تستوعبوا اللي بقوله لكم ده ولا لا، بس حرفيا كل اللي بقوله ده حصل بالفعل والله العظيم، وكتاب ربنا. تمام، واللي وصل لهم الحاجه برضو كان اخ معانا اسمه اسلام، بس هما كانوا عايزين اسلام كرم. والله العظيم والله اعلم وكله شهيد، كتاب ربنا. في حاجات بتحصل غريبه بس ربنا كان اراد لي النجاه، وهو عشان كده هما طبعا خدوا الحاجه سلموها للحكومه. معرفش هما كانوا عايزين ايه، هما بيوجعونا على حيوانات او حاجه زي كده، ان هو عايز يوجع قلبنا عليهم ياخدهم ويديهم للحكومه. مش عارف، مش فاهم ايه الدنيا كلها، كان حوارات. افتكروا بقى انتوا، هل الجماعه بتوع عصيت هما اللي كان ليهم ايد في ده، ولا ظهر طرف جديد على المنصه معانا؟ انا مش عارف. المهم في حد كلمني طبعا، انا ناس في الشرطه على راسي، ناس من الجيش، وقالوا لي ممكن حد يكون عمل فيلم ويطلع ناس جايبه مثلا عربيه مغيره شكلها.
تمام، على اساس مثلا ترهب الناس، عاملين نفسهم حكومه وعملوا ده كله عشان ياخدوا منكم الحيوانات. انا الموضوع يعتبر ما يخصنيش، بس انا صدرت نفسي عشان ده اخويا. قعدت اجمع مين الناس دي، مين الناس دي، مين اللي ليهم ايد في حاجه زي كده، مين اللي عايز يعمل كده، وخاصه انا كلمتك بنفسي ونيمني الشباب ونيمني انا شخصيا. الصبر والصمت. احنا في معركه، داخلين معركه حتميه، لاننا لا نقبل بما يراد فرضه علينا من شروط. وانا اعلنت وقلت مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركه هندفعها باذن الله، وهنحارب معركتنا، ولكن لن نسلم في ارادتنا ولا في. فبعد كده انا تواصلت معاه، حاولت اوصل له واعرف مكانه، حبيت ان انا اشوفه في مكان معين واوصل له. كان حريص جدا، ما رضيش يقول لي مكانه ولا هو منين ولا فين. كل ما اكلمه يقول لي انا عشان اشوفك لازم يكون في مكان عام نتقابل فيه، مش عايز تديني عنوان بيته. فانا جيت العبه بدماغي، قلت له طب انا عارف عنوان بيتك، والشاب اللي جالك بلغني عنوانك فين، تمام، وهو في المكان الفلاني. فقال لي انا في المكان الفلاني. انت جريء، ايه اللي حصل؟ قال لي لا، ده انا حاولت اساعده واخرجه من اللي هو فيه. الناس اللي جت دي انا ما اعرفهاش، ولا الموضوع بره عني، انا كنت بحاول اساعده والموضوع بره عني والحكايه والروايه. في الاخر خالص رحت موقع بالكلام، قلت له طب انا الشاب ده ما قاليش حاجه اصلا، وده كان حصل بالفعل، ما قاليش عنوانك ولا قال لي اي حاجه، وانا جريتك بس انت خدت على الكذب. بس اللي انت عملته ده اوعى تفتكر انه رجوله او ذكوريه. انت لو كنت عايز حاجه للشباب معايا او من حاجتي انا، ما انا عشان الشباب خدوا حاجات من عندي، قلت له كنت ايه البطل يجي ياخدها من ايدي وانا باصص له، لكن اللي غفلنا ويغدر بيا عمره ما يبقى بطل. واحنا الفلوس تحت رجلينا، ما يفرقش معانا ولا يشغلنا، ومسيرنا ما هنتقابل، بس هتحسبها بطوله، لانك انت لو كنت بطل بجد كنت تقابلنا في وش، لكن انت غفلتنا وعملت لنا فيلم، ودي حاجه اسمها غدر، يعني تقل منك وتنقص منك. ما قالوا لي لا ده انا عايزينك فلوس وانا مش عارف ايه، وانا ارش عليك فلوس والحكايه والروايه. الدنيا دارت على هذا الاساس، او انا كنت متضايق اكتر. انا مش عارف مين الناس دي اصلا، فانا متضايق. انا اخويا طلعت بره الحوار، دفعت انا فلوس من جيبي عشان برضه كان عنده مناسبه شخصيه بجمع فلوس لحاجه، فما فيش مشكله، انا ممكن احاول ان انا اتحمل، انا ما عنديش مناسبات شخصيه، وخرجته بره الحوار. فانتوا تفتكروا مين؟ اسيوط ولا ظهر منافس جديد؟ انا عايز اقول لكم انا عرفت هو مين، بس اسيب اخواتي يتوقعوا، تمام. مش هقول، عايز اقول اكتر من كده، بس عموما انا عرفت مين الشخص ده، بس مش هينفع، تمام. اشخاص بتعمل افلامات عشان تطلع نفسها ابطال، اشخاص بتعمل قصص عشان يطلعوا على الصوره يبانوا ان هم صح. طيب الناس دي تواجد بعد كده معايا انا، قابلتني انا تاني وطلبوا مني شغل وادوني عربون وان انا اوصله لهم، ونفس القصه ونفس الحوار. جاني خبر من عين معاهم، تمام، ان لا ده في حوار وفي قصه جديده. فانا عرفت ان هم جايين على سكتي تاني. فانتوا تفتكروا بقى في الموقف اللي زي دي هديلهم حاجتهم وهرجع لهم الفلوس، ولا اخصم من الفلوس اللي عليهم؟ هسيب لكم انتوا الرد. تهيألي انتوا هتعرفوا مين الناس دي، بس مش هينفع انا اقول، تمام. خلوها كده سؤال في الحلقه وجاوبوني عليه. لو في ناس مركزه مع اسلام كرم، الدبه دي انا انقذتها من البريه، في حد لقاه كان هيموتها، تمام. فانا قلت له ما تموتهاش وخدها منه، واعتبرت ان انا واخدها منه هديه، تبع عليها بجنيه. وكان في قط بري شفته معايا في حلقات قبل كده، خدته برده من حد، وكان جاي متعور في رجله مكسوره، انت متخيل؟ الناس كان بتضربه وتأذيه او خافوا منه فكسر رجله، الحمد لله جت على قد كده ان كان هيموته. فانا شغال برده انقاذ، والناس عارفه انا شغال راجل يوتيوبر، تمام. انا خدت منه الوشق وخدته بالتعاون مع اخ كبير ليا ودكتور بيطري انا عارفه، عالجناه الحمد لله ورجله لما تبقى زي الفل. فانا شغال انقاذ، رحمناه بعد ما كان مش هيشوف يوم تاني على الدنيا، لا احنا خليناه لسه عايش، والدبه هي لسه موجوده معانا. طب الدبه دي بعد ما جبتها عرفت ان هي حامل، سميتها الفا وبقى لها جمهور على النت. في ناس بتتواصل معايا من حمايه حقوق الحيوان تطلقها، انت جبتها منين؟ سين وجيم ولا كأن انا عامل مصيبه. طب يا اخواتنا دي انا انقذتها عشان اجيبها عندي هنا، وكان جاني متعوره ومتبهدله، عملت لها علاج وشاركتكم ده في فيديوهات، وهي اتعلقت بيا، وكان عندها حته اللي هي ايه خوف من البني ادمين، وانا الحمد لله قدرت اخد معاها خطوات كتيره، تمام، انها خلاها تتعامل مع البشر وتقعد زي ما حضراتكم شايفين كده، ما بتعملش اي حاجه، تمام. طيب اصل الحاجات دي ما بتترباش في البيت، الحاجات دي ما بتترباش في بيت، بس انا قدرت ان انا انجح معاها واخليها اكتر من حيوان اليف. الفيل ده عدته صعبه، ممكن لو عدى حد وما خدتش حيوان يجيب لك صعاب، بس انا مهما كلمتكم عن الفا مش هعرف اوصف لكم كل حاجه، ان انا عايز اقول لكم انا ببص في عينيها بفهم انا بتفكر في ايه، عارف امتى تعض وامتى تبقى هاديه وايه اللي ينرفزها وايه وايه وايه.
فانا حتى بحاول اوصل ده في فيديوهات مش عارف. يعني احنا مثلا عايز اقول لك الفا لو جينا اتخانقنا قدامها من فتره كده، اتخانقنا في رمضان عليها تمام، انا عايز اقول لك اتزعرت واتجننت، فانا عارف مواقف زي كده، مع ان احنا ما حدش جينا بقى احنا بنتخانق مع بعض، بس خافت قلقت فاهمني. فالحيوان بيقلق زي كده من اي حاجه، اتزعر. عارف ايه اللي امتى تبقى هاديه، امتى تخاف. وانا بحاول رغم ذلك ان انا اطمنها. اكلت البيت عندي كله ما عملتلهاش كده حتى تمام. ايه انا متفاهم معاها، كانت بتعمل كده ليه؟ عايزه تولد، طب جاهزه عيش، مفيش حاجه عندي. لكنك انت تتكلم معايا. فانا لما كلموني بتوع حقوق الحيوان قلت لها كده كده بحاول، انا جايبه انقاذ وانا بحاول اشوف الانسب ليها وهعمله. هي تهمني اكتر من اي حد، سواء انا هطلقها فمن نفسي، مش حد ضغط عليا، وعشانها مش عشان حاجه بتعامله غلط وبتعملها غلط ومش عارف ايه. دي انا باكلها احسن اكل عندي، يعني انها جنبي كده وهي ما بتعملش حاجه، وده دي قصه ما اعرفش انا عملت ايه معاها. هي عايز تنزل دلوقتي ومتضايق مني كده عشان خلاص بصور، هنصور وخلاص. في ايه؟ يقول لك اديله غدار ولا انا غدار البني ادم. فهم ايه؟ لا انت لازم تطلق. انا كنت ناوي اعمل حاجه زي كده، بعدين الدكتور بلغنا ان انا خلال يوم او يومين 3 بالكتير هتكون ولدت. انا حدث في موقف، طبعا انا اسيبها في الطبيعه، عايز طبعا مكان مناسب ومكان هي دلوقتي هتولد، عايزه معاها اطفال، عايزه تاكل، عايزه تشرب، عايزه تحميهم في البريه من حاجات تانيه ممكن تهاجمهم. فانا عمال بقى بوزنها لي يا ترى هطلقها. وقلت لاخواتي رايهم في حلقات على قناه التيك توك اسلام كرم 21، فهل هطلقها ولا هتعمل ايه يا اسلام كرم؟ فلسه بوزنها وبقلبها في دماغي. ناس كتير قالت لي لا ما تمشيهاش، ده وقت حرج وانت لازم تخلي بالك منها زي ما خليت بالك منها وهي تعبانه، لازم تخلي بالك منها خاصه من دلوقتي ان في جراوه جايه وكده اكيد عايزه اكل وشرب، او ممكن في البريه مش هيبقى عندها نفس رعايه اللي انا هرعاها هنا. ورغم ذلك ان برضه ايه رزقها عندي في البريه، ربنا اللي كاتبه لها هتاخده، ما حدش بياخد اكتر من رزقه تمام. بس انا في حاجه ان في ناس، ما قلنا اسكتي بقى خلاص اهو خلصت الفا. بصوا بقى بديها ساعات تون عالي كده عشان تسمع كلام. فاهمين بقى؟ قلت لهم انا كده كده انا اطلقها، قالوا لي لا ما تطلقهاش. طب هتلاقيها امتى؟ قال لك ما تطلقهاش غير لما احنا هنرتب مع وزاره البيئه، بحيث ان انت ايه يبقى الموضوع ده بالشراكه، وانك انت تقول للناس ما يربوش الحاجات دي ويبعدوا عنها وبتاع. انا مع وضد في نفس الوقت. انا مع الحاجات مش اي حد بيربيها، الحاجات دي عايزه مزارع وجناين حيوانات وحدائق حيوانات وحاجات زي كده، او حد غاوي الكلام ده تمام وفاهم فيه بعيد عن السكان. ودي انا على فكره في مكان بعيد عن السكان، ولكن ما انا افهم بعد كده ان انا كان هطلقها انا هعمل خير، تقول انت ما تعملوش عشان استنى هناخد الصيت معاك، فعايزين نستغلك ونستغل جمهورك، وان انت تضغط على جمهورك بالطريقه انهم تقول لهم ما تربوش حاجه زي كده. مش لا انا هقول لك ما تربيش حاجه زي دي، بس مش عم مع كل اللي في جناين ومزارع حيوانات في مصر وحدائق حيوانات مرخصه حقها تعمل اللي عايزاه، تربي براحتها. في ناس مختصين، احنا ليه معقدين الدنيا؟ ده بره الناس بتمشي بقسط في الشارع وبترخيصها وبراءها، شغل استيراد وتصدير شغال بيدخل فلوس للدوله. ازاي اللي انتوا عايزين تحجموا؟ جه في وقت من الاوقات قال لك العصافير والقطط ممنوع حد يربيها، وكان بيتعمل محاضر بالفعل اللي بيربي حاجه زي كده. ليه عايزين تموتوا الموضوع ده خالص؟ تمام. وليه دلوقتي لما انا هطلقها انت مش شرط انك تبقى معايا بحيث تاخد اللقطه من على حسي تمام، وكلام تهديدات بانك هتاذيني. راجل شغال يوتيوبر، انا في اليوتيوب صانع محتوى حيوانات، انا بقالي في الكار ده اكتر من 10 سنين وافهم في الحيوانات اكتر من اي حد، وفي ناس كتير في مصر تفهم في الحيوانات اكتر من ناس كتير قوي في مصر بتدعي انها فاهمه وانها بتعمل الصح. ليه انت ما تظبطش الوضع؟ انكم دايما في حروب وبتحاربونا على لقمه عيشنا وعلى ده وعلى ده. انا كنت بتحارب وانا بصور فيديوهات ان في ناس بتسالني ورقك فين اللي انت عشان شغال بيه، وكنت في مره هتحبس عشان خاطر بس بصور في سوق الجمعه، وقالوا عليا ان انا جاسوس. سحلت في السوق في مره وتركب لي كلبشات، الحمد لله سابوني على اخر لحظه. وبعد كده اتعرفت على ناس كتير منهم وبقينا اصحاب واخوات وحبايب وبتاع. طبعا فضل لحد اما طلع ورق من الدوله ان احنا حقنا ان احنا نصور ولينا حق ان احنا نصور. الاول ما كانش في الكلام ده، كنا بنتحارب. طب انتوا دلوقتي عايزين ايه؟ انا راجل شغال يوتيوبر، طبيعي ان يكون معايا حيوانات وبصور حيوانات، والحمد لله عمري ما زيت حد ولا اقدر ازي بيها حد ولا باذي الحيوان نفسه. ده انا هنا اسلام كرم. وفي ناس بتجيب لي حاجات ان انا احافظ عليها، وفي حاجات انا باخدها انقاذ تمام. طب انت دلوقتي عايز ايه من اسلام كرم؟ انا لا ما ذكرتش اي اسامي ولا اذكر عشان منع عليها دعاوي قضائيه. شوفوا انتوا بقى مين اللي كان الاول ليه دور في الموضوع اللي انا اتكلمت فيه تمام، اللي هو الكمين اللي حصل ده. افتكروا هم فلوسهم لسه معايا، انا اديها لهم ومش فلوس يعني تمام، ما كانش فلوس جامده يعني. فهل هديها لهم؟ بعدين عرفنا انهم بيرتبوا لنا الكمين تاني. ناس دي مين عايزه؟ انا مش عارف. احنا بنتحارب وفي ناس عايزه تهد اللي احنا بنبنيه وتهد اسلام كرم. المفروض تقفوا مع بتوع الحيوانات في مصر مش تحاربوهم. مين اللي حاطط في دماغه اسلام كرم؟ ومين اللي عايز يأذي اسلام كرم؟
وانا اسلام كرم اهو طالع بتكلم. تمام، شبعانه بستر ربنا، بنجري على لقمه عيشنا، وفي ناس مش عايزانا نكمل لقمه عيشنا. تمام، فانا طلعت اقول لي رسالتي في وقت زي كده. انا شايف ان ده مهم ان انا اطلع اقول حاجه زي كده عشان الناس تبقى عارفه اللي بيحصل ورا الكواليس والدنيا. واسيبكم بخيالكم بقى تفتكروا انتوا مين اللي عمل فيها الحوار ده، عشان بعد كده يختلق قصه وفيلم وبتاع ويضحك على الناس. وانا دي هم اللي طلبوا ياخدوها ونرجع نقول الديبه دي انا اللي هطلقها. شكرا لاي حد بيفكر يساعد معايا. تمام، انا اعرف كفاءه بفضل الله الواحد اطلقها، ما حدش ياخد البونت على حسي عشان انا اتقال احنا عايزين كذا ما تلاقيش دلوقتي. لا لما احنا نقول لك علشان احنا هدفنا ان احنا عملنا دورنا وبتاع والحكايه والروايه، وانك انت قال ايه تقول للناس اللي معاك لا ما حدش يعمل زي ما انا عملت. لا ده ريت الناس كلها تعمل اللي اعمله ده. ده قال لك الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قامت الساعه وفيها ده حالكم فسيرا ان استطعنا غرسها في الارض فليغرسها. تمام، يعني اللي يقدر يعمل خير يعمله. مش هقول له لو لقيت ديب موته، حد هيقتله سيبه يقتله حتى لو كان مفترس. دي روح مفترس اهو قدامي قطه. الله ما غدانين الا بني ادمين. ست اربعه. السلام عليكم. لايك والشير والاشتراك وربنا يستر علينا وعليكم. كل سنه وانتم طيبين. انا بغني سنه مختلف. يا ابني ما سبتونيش في حالي ليه يا ابني؟ ما انا كنت سايبكم في حالكم. يا عم عادل هو اللي بيقول اعمل بيعمل. يعني اللي بيقول بيعمل ما بيعملش، انتوا عارفين اللي بيقول ما بيعملش. ما بيعملش حاجه. طب بص يا جميل،